السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي ندرسوا فيه او غادي ندويو فيه على ترانسبيرنسي ريبورت ديال ايتسي ديال 2025، ونشوفوا علاش ايتسي سسبندات الالاف ديال لي ستور ديال الناس. وانا متاكد شحال من واحد فيكم نتوما من دوك الناس اللي تسسبند اليوم، حتى انا تسسبند على شي ستور، وغادي تشوفوا شنو علاش الاسباب ديالهم، كيفاش تسسبانداو وعلاش كيعتمدوا، وشنو غيحسنوا في 2026 باش نتوما ولا اي واحد فيكم ديجا تسسباند لي ستور في 2025 وباغي يبدا في 2026 يعرف او يكون مرتاح من ناحيه تاع السسباند ومن ناحيه تاع حوايج اخرين، وما يديرش اغلاط اللي يقدر يسببوا ليه في السسباند ديال الستور. ومن الحوايج اللي ديجا كاين في الترانسبيرنسي ريبورت هما الحوايج اللي ديما كنقول لكم تفاداوهم. يلا البي دي اف فايل اللي بارطاجاو معنا في الويب سايت ديالهم ونشوفوا الاسباب ديال السسباند ديال الاف ديال لي ستور. الريبورت هو هذا. غتقول لي علاش مبارطاجي معايا ديال 2025 حيتاش تاع 2026 مازال ما خرج، يعني بحال قلتي تاع 2026 ما غادي يخرج حتى العام الجاي، وانما يبارطاجيو معاك داكشي اللي حسنوا داك العام واللي غيزيدوا يحسنوا عليه، يعني كتاخذ فكره على شنو غادي يجي هذا العام هذا. دونك 2025 ترانسبيرنسي ريبورت فريمون زوين بزاف. اول حاجه بداو معنا هو انه عطاونا واحد الفكره على شحال تاع البايرز، شحال تاع السيلرز، وشحال تاع الايتمز كاينين في الشوب. وديما كنقول لكم اي واحد فيكم كيقول لي باللي راه كاينه الكومبيتيسيون او لا راه ما كنقدرش نبيه، راه شوفي هاد الارقام هادو اللي كانوا في 2025 وانا متاكد باللي غيتزادوا في 2026. هنايا كاين 87 مليون اكتيف باير، مسمينهم اكتيف باير. شنو هي اكتيف باير؟ يعني كيشريو، ماشي شي واحد كيدخلوا كيخرجوا، انما اللي كيشريو. كاين 87 مليون اكتيف باير، يعني اي واحد الايتسي وشرا كيتسمى اكتيف باير. وشحال في العدد ديال السيلرز؟ يعني حنا هما 5.6 المليون ديال اكتيف سيلر. تقول لي حنا راه كتار، ولكن انا متفق معك حنا راه كتار، ولكن شوف الريشيو بين 5.6 ل 87 وغادي تعرف باللي راه كاين الغرق ديال البايرز. يعني واخا حنا كتار راه شي حاجه اللي قليله مقارنه بالبايرز. يعني الا جينا نشوفوا فكون على يقين ان كل واحد فينا كون على يقين كاين واحد الاسبيكت ريشيو ديال 1 ل 15. يعني ما يمكنش تقول لي ما كان بيع ولا كاين كومبوزيسيون. زيد على شحال من الايتم كاين 100 مليون ايتم فور سيل. ما عليناش، انا حاولوا عطاونا اي ستاتس والداتا اللي غنخدموا بهم. نشوفوا اللي مهم بزاف. اول حاجه هو ان ايتسي قالت لنا بكل وضوح باللي راه بما ان الترافيك عندها كبير فراه ما يمكنش تريفيوي كل حاجه مانيوالمون، وانما ضروري غادا تعتمد على الاي. هذه الاولى. ثاني حاجه غادي يدواو لينا على كيفاش الاي قادر يلقى اي حاجه، ولكن قبل منها بارطاجاو معنا باللي غادي داروا لينا هذه تاع البوليسي انفورسمنت. هذه غتكونوا كاملكم شفتوها دابا، تزادت لكم في الداشبورد ديالكم ديال البوليسي فايليشن، باش كيعطيكم الا عندكم شي مشكل، مثلا شافوا شي ليستين حيدوه فراه كيقول لك علاش حيدوه، ولا انت متاكد باللي راه ديالك فراه كتكليكي على ستارت ابيل وكتصيفط لهم الابيل ديال الستور ديال البرودوي ديالك، كيريفيويه كيتجاوب على الاسئله وكيجاوبوك على الابيل ديالك. وإلا كان فيه مشكل فراه كيبقى محيد، ما كانش فيه مشكل فراه كيردوا لك الكونت ديالك كيزيد يقوى. هاد القضيه هادي راه عمرها كانت في السنوات اللي فاتت. راه الا لسين تحيد كيتحيد الاول، كيتحيد الثاني، كيتحيد الثالث، الماكسيموم كيتسباند ستور. هنا لا، هنا راه واخا يحيدوا عليك عندك الحق تدافع على راسك. هذه حاجه زوينه 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 زادوها باش السيلرز يكون عندهم شويه تاع الحقوق في ايتسي، لان في الاول كانوا عاطين بحال قلتي مسبقين علينا البايرز، ولكن ما يمكنش الا بقاو غاديين بهذه القضيه هذه فغيولي عدد البايرز كتار والسيلرز ما كاينينش اللي يلبيو الحاجيات ديالهم. هذه حاجه اللي فريمون واعره واللي تزادت هذا العام، واي واحد فيكم باقي عنده ستور او لا عنده ستور او لا كريا ستور غادي يشوف اشنو كاين. ندوي على البوليسي انفورسمنت. من اكبر ستاتستيك اللي عطاونا في الريبورت هو ان 98 ديال 98% ديال الليستينغز اللي تحيدوا من ايتسي راه سببهم ماشي شي واحد اللي ريبورتاك، وانما غير من الايتسي سيستم، يعني من الاي او لا السيستم ديال ايتسي اللي كيفلاغي الليستينغز وكي
يريبورتيهم وكيسجلوهم، و2% يلاه جايه من اليوزرز اللي كيريبورتيو الايتسي، اللي كيريبورتيو الليستينغز ديالك. يعني الا شي واحد فيكم سسباند عليه ستور او لا بحال هكا، فما يجيش ويفترض 100% باللي راه شي واحد ريبورطاه او المنافس ديالو ريبورطاه. راه في اغلبيه الاحيان راه ايتسي اللي كتسسباندي ستور. الا كنتي ما دير حتى شي غلط وما حركتي حتى شي قانون في التريد مارك ولا الكوبي رايت، فراه الا ايتسي سدات، فكما قلت لكم ايتسي سيستم راه كيغلط بزاف، راهي روبو اللي كيغلط بزاف. يعني كما كتشوف 98% تاع الليستينغز هو اللي لحوم، ماشي شي واحد اللي ريبورطاك. هاد الحاله راه ما عليك الا تصيفط الابيل، تعرف الطريقه باش تواصل معاهم وكيردوا لك ستور بسهوله تامه. اما الا كنتي تريبورتي من عند شي واحد، فراه ما عليك الا تابيلي ليهم الا ما كنتيش دير حتى شي غلط وكيردوا لك ستور. كنتي فريمون درتي شي غلط وريبورتاك شي يوزر، فراه من بعد ما كيأكسبتوه فراه مشيتي فيها من الاخر. عاد زيد عليها لي كونت، اغلبيه تاع لي كونت اللي تسسبانداو جايين من اليوروب، جايين من اليوروب ونورث امريكا. هادو هما اللي شادين بزاف، 26 68% في اليوروب، عاد ايجا 3% وما تبقى في العالم 2%. وهادو يعني وهاد الاغلبيه هادو اللي كيتسبانداو فراه كيكونوا غالبا دوك لي كونت اللي غتكونوا لاحظتوهم داك العام. يعني كيجي شي واحد كيكري ستور في البلاصه، كيوصل واحد الميساج راه جاتك واحد المبيعه، باش ما يتسسباند عليك ستور كليكي على هاد اللين. هادو اللي كيحاولوا ينصبوا على الناس في وسط ايتسي، كيصيفطوهم لواحد السيت وكياخذوا لهم فلوسهم. فراه حاليا هاد العام هذا غادي تشوفوا او غادي تلاحظوا باللي نقصوا دوك لي ميساج، ما بقوش كيتصيفطوا. والسبب راجع لهاد الشيء اللي دارت ايتسي، وان اي ستور ديتيكتاتو باللي ماشي قانوني كتسسبانجي، او لا في شي حاجه ماشي تالي كتسسبانجي. هذا هو السبب علاش شحال من واحد فيكم داك العام والعام اللي قبل منه كيكري ستور وما خرق حتى شي قانون وكيتجمع مع هادشي اللي كيديروا السسباند. ولكن كون كنتي كتواصل معاهم وكتشرح ليهم غادي ترجعوا، ولكن الاغلبيه ديالهم فراه كيكونوا كما قلت لك كيبغيو ينصبوا على بنادم. فراه فريمون شي حاجه اللي قاصحه. كما كتشوفها هي keeping conversation safe، يعني ما بقاتش كيصيفطوا لك دوك لي كونفرساسيون وما الى ذلك. ندويو على protecting او قبل منها كاين واحد البارت فين ندويو على الامبروف ديال اي اكورنسي. الريبورت اللي كيقول لنا هنايا في هذا الفوق هذا كيقول لنا باللي الاي ديال ايتسي اللي سميتو ال ام بيس ديتكشن سيستم اللي داير تقريبا بحال شات جي بي تي، زاد في البريسيجن ديالو يعني في الاكورنسي ديالو 10%. فوالا هاي ديتكشن سيستم تزادت ب 10%. يعني ما بقاش كي سسباندي بدون سبب. نديروها في راسكم، هادشي في 2025. يعني في 2026 غادي يكون زاد وفيور فورس ريموفلز، يعني ما كيحيدش لك بدون مشكل. ولكن راه ما كاينيش انهم كاملين اي واحد سسباند عليه راه فريمون دار شي حاجه. راه ضروري ما تابيلي، راه تقدر تكون غير غلط، انا ماشي 100% مزيان. فاستر ديتكشن يعني ايتسي راه غادا وكتزيد في هادشي ديال الاي باش انها تشوف الا لقات شي واحد اللي خرق القانون. واكبر حاجه ايتسي كتركز عليها في سميتو البوليسي فايوليشن اللي هما دوك الجوج اللي ديما تنذكرهم لكم، اللي هما الكوبي رايت او تريد مارك. تخيل معايا باللي 64% تاع لي ستور كيتسدوا بسبب الكوبي رايت، 33% كيتسدوا بالنسبه للتريد مارك، وداكشي الاخر 0% حتى 3%. يعني اكبر مشكل ايتسي ما كتحملوش وما تعقلش عليك فيه هو الكوبي رايت والتريد مارك. يعني الكرياتيفيتي ستاندرد ديالهم، الانتلكتوال بروبرتي، يعني ما داكشي ما عندوش علاقه لا بالشيبين لا بالريفيوز لا بالاس سي او، وانما التريد مارك والكوبي رايت. يعني كينقيو ستور ديالهم سورتو الا كنتي مثلا كتبيع كتعاود تبيع داكشي ديال علي اكسبريس كدروب شيبين اللي مانعينو، او لا ماس برودوسد ايتم، او لا شي هاند ميد برودكت اللي فيك، حتى هما كيهودوا عليك ما كيعطلوكش. يعني ديرها في بالك، هادشي راه ديما تنقولوا لكم كل عام تريد مارك والكوبي رايت حضيو منه، راه ما يعقلوش عليك. تريد مارك والكوبي رايت ضو منه. وبيان سور الريجن تاني اللي داين فيها بزاف هو نورث امريكا او اليوروب كيف العاده، ديما هاد الجوج هادو متصدرين الصداره عندهم هنايا. قبل ما ندوزو للسيفتي، ايتسي دوات لينا على ان هنايا دوات لينا باللي الليستين ريموفل، يعني ما باش انها تجي تحيد الليستينغز للناس، هبطات بدون سبب، هبطات تقريبا ب 49%. ولكن هادشي الا سمعتو غادي يصحابكم بلي راه شي حاجه ايجابيه.
ياك غادي يصحابكم بلي راه شي حاجه ايجابيه وغادي تقولوا بلي راه مزيان ما بقاوش كيحيدوا، ولكن دير في بالك راه ليستين ريموفل هبط، ما بقاوش كيريموفل بزاف، ولكن هادشي امتى؟ هادشي كومبارا مع 2024. علاش؟ حيتاش ايتسي 2024 وكاملكم الا كنتو حضرتوا في ديك الوقيته واللي فيديو اللي كنبارطاجي معكم راه حيدات الغرق تاع لي ستور، الغرق تاع لي ستور. كاين شي ستور كيمشيو بدون سبب، كانت واحد الوقيته دارت واحد الحمله ما يمكنش. وهادشي علاش دابا فاش كيكومباريوها اولا كيقارنوها مع 2025 كيقول لك راه هبطات ب 49%. علاش؟ حيت في 2024 حيدوا الغرق تاع لي ستور، في 2023 حتى هي. يعني فاش جا 2025 الاغلبيه تاع لي ستور كانوا تحيدوا، داكشي علاش الليستين ريموفر هبطات ب 49%. راه ما كاينيش بلي انها حاجه ايجابيه، بالعكس، وانما 2024 2023 كلينا العصا. دابا بالعكس ما بقاوش كيحيدوا لي ستور، وكاين فهمتي كاين امل لاي واحد باغي يبدا دابا ما يتسسبانداش ليه بدون مشكل. وكاين حاجه اخرى اللي هو البرودكت سيفتي. برودكت سيفتي قال لك اسيدي ايتسي حيدات اكثر من 50 الف برودكت غير فور سيفتي ريزن. يعني مثلا شي دينجرس برودكت، شي برودكت اللي خايب كيأثر ما مزيانش للدراري الصغار وما الى ذلك. قبل منها دواو على الاي بي انفورسمنت، يعني انتلكتشوال بروبرتي وما الى ذلك. هنايا كلشي كاين هنايا. غادي نخلي لكم البي دي اف او غادي نخلي لكم اللين اللي غادي يديكم البي دي اف وباش تكليكيو وتشوفوا فيه. كاين بزاف ديال الحوايج مي حاول نعطيكم داكشي اللي مهم. زيد عليها الاكونت اللي كيسباميو تزادوا لي كونت اللي كيتحيدوا تقريبا ب2.5، يعني تقريبا تريبل تاع الاكونت اللي كيسباميو تحيدوا. والسبام ميساجز اللي قلت لكم غادي تلاحظوهم بلي راه نقصوا تقريبا ب 74%. يعني ايتسي كتحيد اي فيك اكونت قبل كاع ما يصيفط الميساج، وهذا الشيء راه بالمساعده تاع الاي ريزولف اوردرز ايشيو ما الى ذلك. هادو ديجا دوينا فيهم ديك المره، كاين بزاف ديال الحوايج هنايا. وزيد عليها الرود ماب ديالهم في 2026 اللي غتكونوا ديجا شفتوهم. اولا الكونتنت سترينثين كونتنت ديتكشن اند انفورسمنت، يعني هذا ال ال ام بيس ديتكشن ديالهم غادي يتزاد من ناحيه البوليسي فايوليشن. اكسباند ديال ليست ليفل ابيلز غتولي كتابيلي لاي حاجه ديالك. المهم كاين بزاف ديال الحوايج، مي اللي مهمين هما هادوك، وهادوك هما الاسباب ديال السسباند. يعني بخلاصه الا دخلتي الاي تي سي تعلم شنو هو الكوبي رايت، تعلم شنو هو التريد مارك، وما تحطش راسك في شي حاله اللي تسبب ليك بالسسباند للسطور. فاديتي الكوبي رايت والتريد مارك، فراه اي مشكل اخر تسبب لك في السسباند كون على يقين اللي هي الحل. الا ما حليتي راسك بانك صيفطتي لهم ابيل مزيان وما جاوبوكش، فراه كيعطوك 14 يوم ومن موراها كيخليوك تعاود تصيفط لهم. في ديك الحاله شفتي راسك ما غاديش تعاود تقدر تكونتاكتيهم ولا ما عرفتيش كيفاش ترجع ستور، كونتاكتيني. كنتي باغي تعاود دير محاوله اخرى، دير محاوله اخرى. كل 14 يوم كيخليوك تصيفط لهم محاوله اخرى حتى ترجع الستور ديالك الا عرفتي كيفاش تواصل معاهم، او الا عندك الزهر. سينو كما قلت لك كونتاكتيني، قول لي شنو المشكل، غير ما يكونش الكوبيرات ولا التريد مارك، وراه 90% ديال الحالات كيرجعوا فيهم لي ستور. كنتمنى تكونوا استفدتوا. الى عندكم شي تساؤلات خليهم لي في التعليقات. اي واحد فيكم سسباند لي ستور من ناحيه الكوبيرات ولا التريد مارك في 2024 2023 ينسى داك ستور ويحاول يكري ستور دابا في 2025. فراه قلت لك هاد البروغريس هادو اللي داروا، فراه تقدر تكري ستور وما تطيح في حتى شي مشكل. حضرت ليا هاد العام قبل ما يتلاحى ترانسبارنسي ريبورت، قلت ربما راه زهر، ربما راه هاد السيد عنده الزهر ولا هاد السيده عندها الزهر، حيتاش كريات ستور هاد العام وداك العام تيسباند عليها. ولكن للاسف داكشي ماشي زهر، وانما ايتي حسنات من الاي ديالها، حسنت من شحال من حاجه. واي واحد فيكم الا كريا ستور هاد العام واخا تيسباند عليه العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه وما خرق حتى شي قانون، فراه غادي يخدم بالستور بخير وعلى خير. وفي حال هادشي واحد تيسباند عليه ستور يصيفط لهم الابيل، جاوبوه مزيان، ما جاوبوش يكونتاكتيني نشوف مع الحل. الا كان فيه سسباند ديال التريد مارك ولا الكوبي رايت راه ماليش الحل. لما تحاول تبدا براسك تصيفط ليا كنتي شاك بلي راه ما خرقتي حتى شي قانون، غنشوف معاك وديك الساعه نشوفوا اش من حاله فاش كاين نتايا. وكيف العاده تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.